مساء الخير ويعطيكم الف عافيه. اللي بتابعنا اول مره، نحن اسمنا سلطه، من الاخر وباختصار نحن برنامج ساخر ونقطه على السطر. السؤال اللي دايما بنطرحه نحن والمشاهدين والمجتمع والعالم، يعني شو اللي عم بيولعها بسوريا؟ احنا حطينا زي ما حضرتك قلت ايدينا على جرح ودوسنا على الدم فتفقع. ريتو الله يقرفك، دسنا على الدم، ما عندكش تشبيه تاني يعني؟ طيب وبعد ما دسنا على الدم، تصريحات عملت هزه شديده داخل تنظيم الدواعش في سوريا، عملت هزه شديده لدى الراي العام الدولي كله. بضل بيقولوا انه مما كان بيعمل بودكاست وبيطلع بيصطدي. شفتوا بودكاست واحد خرب الدنيا بسوريا. بس استاذنا الكريم، انت ما بتخاف يعني انه هذا الحكي يسبب لك مشاكل؟ بعد ما كذبونا وبعد ما شتمونا وبعد ما سخروا منا. ودي اصدقك بس قوية. ايه كفي كمل. يطلع تقرير من وكاله رويترز. رويترز؟ مين رويتر؟ وكاله رويترز عارفينها؟ رويترز. اوكي، لا مش هنوقف على كلمه هلا شباب، عادي، المصاروي كلهم ما عندهم فرق بين البي والبي، على راس الشعب المصري. اختصار شديد يا استاذ احمد، المعلومات اللي اتقالت هنا في الحلقه بخصوص ان بشار الاسد هناك صفقه لعودته مره اخرى وقنبله دخان اترمت عمت كل الناس. بس عندي سؤال، يعني هو عندي سؤال اذا بتسمح لي مرقه، يعني بس هيك بين الجمله والتاني، لانه حضرتك مش عم تسكت. مين حضرتك؟ الناس كلها عماله تسالني مين ده، مش عارف ارد عليهم. مين ده بقى؟ مين ده؟ يا جماعه مين ده؟ امانه عليك يا اخي، بالله عليك تقول لنا مين ده؟ اذا جو شو مش عارف انت مين، عشو طلعتونا اياه البرنامج؟ معلومات في خوف كتير بسوريا، حتى في محاولة انقلاب على الرئيس الشرع. شغلتي لي بالي استاذ ماجي، الله يرضى عليك، خصوصي بتوقعاتك عنا بالبرنامج دايما بتصيب يعني 100%. في محلات مثلا بحما وبحلب ما في تنزل بقى المرأة على البحر. ذاكرة يا ام الميج ولا مش ذاكرة انت؟ كفي تخطيط، تعتليش هم بضحكك، انا روح. اللي صار أي شيء صار بالدول العربية ما كان من أجل خلاص حدا، كله من أجل تغيير الخوارط. خرايط يا ويلي. وتغيير السياسات. في رئيس السياسة. يلا بس يا ماجي، بس يا حبيبي، يلا اتركي اللي بايدك تقبريني وعنهم. يلا يا عمري يلا. يعني مبلشين الحلقه بواحد المصاروي ما بيعرفوه، وراجعين حاطين لي ماجي فرح تبع زحل فات بتيزو لاورانوس. خي بدنا محلل سياسي، حدا يعطينا تحليل ومعطيات. وما مات، المهم ما مات. اجوا البريطانيين وضبضبوا كل القصه واخذوه على انقره وعم يعالجوه بانقره. ايوه استاذ كمال لبواني، اللي ما بيعرف مين كمال لبواني، هذا زلمه ثورجي من بدايه الثوره يا ويلي. عنده فيديوهات يا ويلي. بس مشكلته يعني انه أثارت زيارة المعارض السوري كمال اللبواني لمدينة هرتسليا في الكيان الإسرائيلي ضجة كبيرة بعد مشاركته الخميس في مؤتمر تناول مكافحة الإرهاب. مقابلة على قناة إسرائيلية أن زيارته إسرائيل هي لفتح أفق في التفكير العام نحو السلام. ما تأخذني اني قرفان، عن جد ما تأخذني اني قرفان، لانه انا مسلم وحرم علي الخنزير فقرفت يعني. ايه استاذ كمال، لنرجع لموضوعنا. البريطانيين بيمثلوا الجهات الدوليه، الامريكان والاسرائيليين متفقين على اللعبه مع دوله عربيه معروفه، يعني هي اداه اسرائيل في اللعب. وانس خطاب شغال معها معروف يعني، واخوه طبعا شغال معها، ورموز النظام عنده. يعني الاداه اللي كانت عم تدير معروفه، تصفيه ابو محمد وخلط الاوراق. على الحكي اذا صحيح قتلوا رئيس سوري يعني. ايوه خريت، خلص كل شيء عملتوه يا صوار من 15 سنه لليوم راح فشوش. استاذ كمال عم انتبه، هو مش عم يحكي هيك، عم يحكيك، عم بخبرك شو صار. ما لك اغتالوه، اخذوه على انقره، زلمه عم يعطيك دلائل. هلا انا هذا بقول لكم تحليل عقلي، ما فيني اثبت اي معلومه ولا دافع عن اي معلومه ولا اي معلومه.
وشو صار لي ساعة بدافع عنك أنا سودت لي وجه، الله يسود وجهك بجاه الحبيب المصطفى. شو بك؟ أخذوه على أنقرة وجابوه من أنقرة وحسسني بعد شوي إنك صورت عملية الاغتيال لايف على سناب شات. تيجي أختي بتقول لي ما هذا تعني مني. ضغطي عم يطلع اليوم ويمكن اشتح الماسك يا شباب وننحبس كلنا. يلا غيره. ذكرت أنا بمقابلة سابقة بأن هناك حصل هناك اشتباك في دقائق ولم يكن المقصود فيها الجولاني. لا دقيقة ها يعني اللي قاله كمال البواني من شوي شكله مش سلطة. عم بقول لك اياه معركة. شو صار بالمعركة؟ حصل هناك اشتباك في دقائق 13 دقيقة. 13 دقيقة الاشتباكات عم يختالوا. 13 دقيقة عم يختالوا. عما جون كينيدي ولي عهد النمسا ما اخذوش على بعض دقيقتين. بس انه بتصير يعني شو نحن العرب خيب بنحب ناخذ وقتنا بالشغل او ممكن يكونوا كما شو ببوشينكي للزلمه. يعني ما بتعرف بالنهايه ما دقوا على التفاصيل. كفي استاذنا كفي عمري. لكن تم وقتل تصفية ثلاث قياديين من بينهم ما يسمى بمستشار الجولاني عبد الرحيم عطون. ما تأتئ تقبرني. هو الواحد بس عم يحكي الصدق بتأتئ. يعني انا لما كان يكمشني بيي قال لي وين كنت سهران نفس الطريقه كنت صادق وشرف اسمى الاسد كنت صادق. كفي. هلا غياب الجولاني عن المشهد هذا قد يكون أصيب وأيضا ذهب للعلاج ولإعادة تأهيل. يعني ممكن ذلك إعادة تأهيل نفسي وفكري لأنه ما أخذوه على تركيا للتأهيل العلاج. زمط الزلمة زمط. وصلنا فيديو برنامج هو عم بيعملوا له إعادة تأهيل. تفضل. ظلت صبوها القهوة وزيدوها وزقوها للنشا مع ظهور الخير. بس ركزتوا بالفيديو تعبان وجهه. مبسوط الرئيس. حلوة ابتسامة الرئيس. جميلة. لاحظتوا؟ ركز بالصورة. عدي اللقطة. لا مبين ظاهر من محاولة اغتيال مش أقل من 13 دقيقة. واضحة. بتعرف شو مشكلتكم ومشكلة أمثالكم؟ يعني مش انكم عم تكذبوا. جوزيف جوبلز وزير إعلام هتلر شو كان يقول؟ اكذب حتى يصدقك الناس. بس بدك تكذب كذبات تحترم فيها عقول الناس. يعني ماشي 13 دقيقة ماشي يا عمري. بس منيح اللي طلعت على الفيديوهات لحتى تطمنا انه الرئيس بخير. كل الفيديوهات اللي حضراتكم شفتوها ديت فيديوهات قديمة معروفة. كمشنا يعني نحن كنا عم نحاول نخبي هالخبرية كلها. كمشنا هلا. يلا خير. بس انتوا عارفين ايش كل هذا الشيء صار هلا بهذا التوقيت بالذات او بالسمنة؟ مش عارف. توقعي ان بيتم التمهيد لمظلوم عبدي او اي من قيادات قوات سوريا الديمقراطية. معروفة صح. هي معروفة. تيتي مثل ما رحتي مثل ما جيتي مظلوم عبدي بيركب ركبت. فهمتوا هلا ليش ولعت بقصد مع حلب ولا ما فهمتوا؟ معروفة. بس عن جد يا جماعة صار وقت نرجع نعيد التفكير بالوضع اللي نحن فيه. جماعة عم بفرجوك حقايق عم يحكوك بشفافية. فأنا زلمة بدي عيد حساباتي مع بشار الأسد. ما تحس بقى بعد كل اللي سمعته وشفته انه زلمة مثل بشار الأسد يهرب في شيء مش مظبوط. بشار الأسد اللي أذل رجب طيب أردوغان. لا كان زله لأردوغان صح. بشار الأسد اللي أذل الولايات المتحدة الأمريكية ورفض إن هو يروح لها. وأمريكا صح. بشار الأسد اللي أذل إسرائيل 100%. خصوصي آخر معركة صارت بين السوريين وإسرائيل ب 73 نتفون للإسرائيلي. ما كان بشار الأسد 73. طب بعد 73 ماشي. ايوه. طب كيف أزال إسرائيل؟ كل ذلك الوقت أريد أن أوضح نقطة صغيرة. بأن البعض كان يقول من حماس الموقف نحن أعلنا بأكثر من مناسبة بأنه موقف غدر. التي ادعت بأنها تقف مع المقاومة هي نفسها التي حملت علم الاحتلال الفرنسي لسوريا. عمى عيونك العمى. ولا ما فيك تحكي جملة بتفيد الخلاء ولك كلمة بالشرق وكلمة بالغرب. ما بيحكوا شيء عن عبس الشباب. كمل يا أحمد.
هو أنتم متخيلين إن هم هيسمحوا بأن بشار الأسد يعود مرة أخرى لحكم الدولة السورية؟ معروفة. فقدتونا الامل يعني، فكرنا بشار الاسد بده يرجع هيك يعني، اكلنا هوا بس هانت يعني. اوقات تفكروا ان الناس اللي بعدها فاكره انه مطولين هذا النظام السوري مطول، لا يا عيني اصبروا علينا. قسد بلشت تتحرك. معركة ضد قسد ستبدأ بكل تأكيد. وما أدراك ما قسد، بس قسد عندهم مشكلة يعني، هي مشكلة بسيطة إذا بيحلوها بياخدوا سوريا ب 13 دقيقة مثل ما اغتالوا أحمد الشرع 13 دقيقة. المشكلة وين؟ بالإعلام. ليش قسد بيعرفوا يعملوا إعلام؟ ليش قسد لو في براسهم قياداتهم مخ استراتيجي بيفكروا لقدام بيتركوا واحد مثل حكايتي يعني بس على موبايلات؟ لازم لحالي يفتحوا لي قناة فضائية مثل قناة المشهد على الأقل. صراحة معك حق، معك حق. شو بتفرقوا عن توني خليفة؟ ما بتفرقوا شيء يعني. انت اعلامي وهو اعلامي. هلا صحيح هو بيفهم انت بهين عفوا انه انت شوي شو اسمه طلعت باللخام، ما تشيلها اتركها، عرفت؟ بس ما معك حق، ما معك حق. شوف استاذ سمير، انا يعني ما بحب احكي عن حالي، بس انا عندي علاقات قويه مع قسد، انسى يعني. بس نبذه عنك بورتفوليو كذا لنحكيهم يفتحوا لك قناه خيي حاج عدلي على التيك توك كل وقت. الشرع القائد العام للكرة الأرضية والمجر الدرب الكباني. صرماية أحمد الشرع على راسك. لك رو بدنا نحكي مع قسد، شو بك فهم الموضوع بالقلب؟ مش اذا بدنا نفتح لك قناه تقعد تطبل الله يرضى عليك، لا 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 مش هيك. بدنا نقدم لهم شيء يعني. مثلا الوضع هلا خرا يعني، اما يعني ترامب ناوي يضرب جرينلاند ويضرب ايران وعلقان مع روسيا، عرفت؟ وضع عسكري خرا. بدنا عندك شي محلل عسكري استراتيجي جدع. طب بعيدا عن موضوع العسكر، في اطفال عم تفرج في شي كوميدي، شي ضحك هيك يطري على القلب كذا. مقاييس لا يوجد بها ازدواجية. السيد الرئيس بيعرف بالدراما أكثر من عم يعلمنا. حتى الراقصات والفنانات عليك أيتها الراقصة أن تهذي فقشتين إلى اليمين وفقشتين إلى اليسار، ومن ثم تفتيلة كاملة لكي تجلبي نظر. تمام ما بعيدا عن كل شيء بتصيبه صراحة. كوميدي عنا سجلنا. فن عندك شي فن؟ رأيك كالدورة نلف الدنيا وندورة، شط بحر وأميورة يا أحلى وردة حبورة، وآخدها براس مليورة ومسافر بحر سحورة. عيني هذا انت قناة بتقدم نزني اوكي. في عنا بعد سؤال، او هذا اخر سؤال. اذا حدا بده يقدم على القناة معك شو مطلوب منه؟ ما تواخذوني. ابو السمار الاذاعة عندي هلا، بس خليه تخلص هاي المعركة اللي نحن فيها يعني، عرفت؟ لانه عم بيقولوا لي انه الوضع بحلب منيح. قسما بالله اذا انسحبتوا من الشيخ مقصود ومن الاشرفيه رح تشوفوا منا كلام. الو مثل ما احنا شايفين هي الباصات بلشت تدخل اتجاه حي الشيخ مقصود. حدا عم بيشوف استاذ سمير شباب؟ ولا ما حدا عم بيشوفه؟ اذا انسحبوا من الشيخ مقصود المعركة صارت بدار الزور. اذا ما حدا خبرك يعني حرام حرام. بيكون الرسالة عنده ضيق، بركي قاعد بإيران، هلا فيش انترنت بإيران، ممكن يكون قاعد بإيران الزلمة وما عنده انترنت. بتصير بس قبل ما تقعدوا تستهزئوا كثير يعني. معارك قسد مش سهلة يا زلمة. هي قسد، هي قسد مو حيض حدا تاني. استاذ عمر ليك قال لك كلمتين من القلب للقلب. انا من اول حلقة ونفسي جيبك واتحشك بنص الحلقة، بسياق الحلقة ما كانت تزبط. انبسطت كثير اني شفتك حبيبي. خيك السلطة. ما راح تحسنوا تاخذوا شقة الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد. هذا حكي خيي، لا الشيخ مقصود حيشوفوها ولا الأشرفية. عندك انترنت يا زلمة؟ قد ما اخذوها بسرعة خفت على الأشرفية اللي عندنا ببيروت، عشان ما بكره اكون قاطع عليهم بسيوفي للشباب. ما اخذتش يومين. هاي قصد لك عمي، هاي قصد. اسمعوا لي يكونوا عم بيكذبوا علينا يعني، بركي مش هيدي الحقيقة. الآن مقتل مجموعة كاملة من عصابات الجولاني الإرهابية اللي حاولت تدخل على حي الشيخ مقصود، وتدمير BMB الآن على حي الشيخ مقصود. الاشتباكات على أشدها، قوات الأسايش عم تسطر البطولات.
هن الاسايش قلبوا المعركة صراحة، يعني كل واحد اسيش من التاني. احترموا عقول الناس، والله انتوا هيك عم تضروا جمهوركم مش عم تضروا حدا تاني. بس بعرف شو المرض النفسي اللي انتوا فيه صدقا. يعني تحررت شيخ مقصود وتحررت الاشرفية والمعركة صارت جوا، يعني لإلك وإله ماشي. استاذ سمير انا برأيي تاخذوا اللي عندك على القناة، والله العظيم انسى والله احسن من التيك توك. في موضوع بالذات صراحة زعجني بحي مقصود مدري بالاشرفية، هو الفيديو اللي كبه مقاتلة من الطابق الثاني مدري الثالث. هذا الشيء صراحة انه عن جد شو ذنبها يعني؟ هيدي شو ذنبها؟ انك قناص وعم تقتل مدنية يعني؟ ذنبها الوحيد انه قتلت لها 7 8 9 مدنية و10 مدنية يعني؟ كيف تعملوا هيك يعني؟ اوكي هي ملاك وعندها جوانح بس طلعت ما بتطير. روح اسأل عربي عاش تحت حكم الكرات، خليه يخبرك كيف كان عايش. يعني بعض القرف اللي عم نشوفه نحن على السوشيال ميديا صراحة، واستغلال الأمر وتحويله لعاطفي ويا حرام ويا ويلي وشوفوا الشياطين اللي بالوجه. بحس إذا رجعت انفتحت مجزرة مضايا يمكن اللي عملها بشباب حماس أمجد يوسف، بحس هيدي إذا رجعت انفتحت يعني ممكن نشوف هيك صورة. ولا لا؟ هيدي الحلقة خلصت وانطرونا بالحلقة الجاية. ما حكيتك لا سبسكرايب ولا لايك ولا شيء، فهمها ماشي. وادعمونا شوي على فيسبوك انستغرام تيك توك، تكسب عجل وسلطة بخيركم السلطة. وانطرونا الحلقة الجاية. الحلقة الجاي متوجهين شرقا نحو سيدي الإمام القائد، هو عم ياكل قتل بطهران. دمتم سالمين.